عارف الإحساس لما تنام 8 أو 9 ساعات وتصحى الصبح جسمك مكسر، دماغك تقيلة وما عندكش طاقة إنك أنت تتحرك من السرير. تستغرب وتقول أنا نايم كويس، طب أنا ليه قايم تعبان كده؟ فعليا أنت نمت بس دماغك ما نامتش، بتفكر في شغل بكرة وفي الالتزامات اللي وراك، بتفكر في المشكلة اللي حصلت امبارح. جسمك كان مريح على السرير بس جهازك العصبي كان صاحي ما نامش. أهلا بيكم في الحلقة السابعة من فقه النفس. النهاردة هنمسك أكتر حاجة بتسرق طاقتنا وعمرنا، الضغط النفسي. ليه الضغط بيعصرنا وبيجيب لنا أمراض؟ وإزاي نعيش بيه من غير ما يكسرنا؟ خليني أقول لك إن مشكلتك مش في وجود الضغط، الضغط ده أصلا حاجة صحية. أي شاشة رسم قلب بتشوفها في المستشفى الخط بتاعها بيفضل طالع نازل. لو الخط ده بقى مستقيم معناه إن مفيش حياة، معناه إن المريض مات. الضغط الإيجابي هو اللي بيقومنا من على السرير نشتغل وننجح وناخد بالنا من مستقبلنا. أمال إيه اللي بيدمرنا وبيجيب لنا اكتئاب وقولون عصبي؟ زمان الضغط اللي كان بيواجه الإنسان كان عبارة عن أسد بيجري وراه. جهازه العصبي بيفرز أدرينالين عشان يقدر يجري وينجو بحياته. يا إما الأسد يزهق منه ويمشي، يا إما يقدر يستخبى فجسمه يقدر يهدى ويرتاح. كان ده اسمه ضغط مؤقت. المصيبة إن الأسد بتاعنا دلوقتي ما بقاش حيوان مفترس. الأسد بتاعنا بقى رسالة واتساب من المدير بالليل، أو فاتورة متأخرة، أو التزامات ما بتخلصش. الأسد ده ما بيمشيش، قاعد معاك على الكنبة، بياكل معاك وبيشرب معاك، بينام معاك على نفس السرير. ده بنسميه في الطب النفسي الضغط المزمن. جسمنا مش متصمم إن هو يفضل في وضعية الطوارئ دي 24 ساعة. لما ده بيحصل مناعتنا تقع وتركيزنا يضيع ومزاجنا بيكون في الأرض. طيب إيه الحل؟ يعني نرمي مسؤولياتنا ونهرب؟ أكيد لأ. الحل إننا نتعلم حاجة اسمها إغلاق دائرة التوتر. يعني إيه؟ يعني ندي لجسمنا إشارة إن الأسد مشي، إحنا في أمان، عشان جهازنا العصبي يفصل وضع الطوارئ اللي هو عليه. إغلاق دائرة التوتر دي بتحصل بحاجتين. أول حاجة إنك أنت تفصل جسديا وذهنيا. اوعى تفتكر إنك لما تخلص شغل وتقعد تقلب في السوشيال ميديا إنك كده بترتاح. السوشيال ميديا بتعمل زحمة أكتر جوه دماغك. الراحة الحقيقية هي السكون. افصل ربع ساعة بدون شاشات، انزل اتمشى خطوة سريعة، اعمل تمرين تنفس. الحاجات دي بتبعت رسائل كيميائية لمخك بتقول له اطمن، الخطر زال، احنا دلوقتي في وضع الأمان. ثانيا، ودي أعظم نعمة ربنا سبحانه وتعالى أنعم بها علينا، الصلاة. الصلاة بس بوعي وحضور، مش حركات سريعة وانت عمال تفكر في الشغل. الصلاة هي اللحظة اللي بترمي فيها حمولك حرفيا على ربنا سبحانه وتعالى، اللي أكبر منك وأكبر من أي أسد عمال يجري وراك. دي مش بس عبادة، دي إعادة ضبط لجهازك العصبي مرة تانية. واجبنا النهاردة، راقب وضع الطوارئ بتاعك لما تحس إنك مشدود قوي وبتتنفس بسرعة من كتر التفكير. اقف، خد نفس عميق، بلغ جسمك إن مفيش أسد بيجري ورانا ولا حاجة، وسمي الله وكمل. اكتب لي في التعليقات إيه أكتر حاجة بتمثل الأسد في حياتك الأيام دي ومخلياك في وضع الطوارئ. ولو عندك أي سؤال أو استفسار اكتبهولي في الكومنتات، إن شاء الله نخصص يوم للرد على استفساراتكم. أشوفكم الحلقة الجاية من فقه النفس. سلام.